ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم لسه وصفات سهله وبسيطه. هنعمل بقى النهارده كفته الفراخ الجميله. لو انت عندك عزومه هتبقى حلوه قوي معاكي وبترمي ما شاء الله معاكي عدد. انا بس عاملاها صوابع كبيره عشان خاطر بس التصوير. اما ما شاء الله كل صباع من ده هتقسمي 2 تعمل كميه حلوه قوي. مش بتكش وطعمها حلو قوي وهتعجب اي حد انت هتعملها له. وشكلها جميل ازاي وجوسي وجميله. يلا بقى اعملوا لايك ومتابعوا القناه وفعلوا الجرس واعملوا شير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. معانا بقى تعالى نشوف الحاجات الحلوه دي عملناها ازاي. معانا بقى كده بصلتين متوسطين ومعانا كام عود من البقدونس. خدنا العود من تحت مش عايزه العروش من فوق. معانا بقى 4 فصوص من الثوم او فصين كبار. ولو انت عندك الثوم مفروم معلقه صغيره من الثوم. ومعانا بقى قرن فلفل لو عايزه فلفل رومي حطي. ومعانا بقى مسكت الطماطم عملتها 4/4 وشلت منها فرغت منها الميه. ومعانا بقى معلقه صغيره من الملح، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه توم بودره، نص معلقه بصل بودره، ربع معلقه من التوابل المشكله، ربع معلقه من الكزبره الناشفه، رشه من القرفه، ربع معلقه من الكوبيبه الصيني. ومعانا بقى كده ايه نص كيلو من البانيه مسكناه قطعناه بالشكل ده بعد ما غسلناه كويس جدا. مسكناه قطعناه بالشكل ده. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. حطينا بقى الفلفل والطماطم والبصل والبقدونس والثوم في الكبه، خلطتهم كويس لحد ما بقوا بالشكل ده. وبعد كده هفرم مكانهم البانيه. بيتفرم سهل قوي وطبعا غير اللحمه. بعد ما فرمتهم بقى خدهم الاتنين كده مع بعض، احطهم بقى في بوله او في طبق عشان بس اعرف اعجنهم كويس. وهنحط بقى ننزل بقى عليهم بالتوابل. بس لو انت بقى عندك الكبه كبيره حطي افرمي الاول المكونات اللي انا قلت لك عليها البصل والطماطم، بعد كده انزلي عليهم بالفراخ وبعد كده انزلي عليهم بالتوابل. افرمي كل ده كده مع بعض. بس انا عشان الكبه بتاعتي صغيره ففرمت ده لوحده وده لوحده. عجنت بقى فيها بالشكل ده. اهم حاجه تعجني فيها كويس قوي. بس حسيت ان هي طريه فقلت لا انا هحط لها بقى. كان عندي عيش منشفاه عيش فينو. المهم انا عشان كنت هعمل بيه حاجه يعني. قلت بقى ايه احط جبت بقى رغيف كده ومسكته فركته. لو انت مش عندك حط 3 معالق من البقسماط او على حسب ما بتمسك معاكي. لو انت مش عندك بردك ولا ده ولا ده حبايه بطاطس امسكيها اسلقيها زي ما هي وبعد كده هرسيها وحطيها. بصي بقى عجنتها بصي بقت جميله ازاي مش بتلزق وبقت ما شاء الله حلوه قوي معايا. مسكت بقى معايا بقى كده صينيه مسكتها دهنتها دهنه من الزيت. وبعد كده بقى ايه عشان تبقى جاهزه معايا ان انا اشكل واحط فيها. معنى ده كده مثلا همسك بقى ايه اعصج عليه احط الف عليه الكفته. لو انت مش عندك مثلا يعني عندك الخله بتاعه الشيش طاووق عندك، لو مش عندك ولا ده ولا ده عندك معلقه وامسكي لفي عليها الكفته. مسكتها عملتها بالشكل ده صبعتها بالشكل ده زي ما قلت لك. الصباع ده ممكن يجي على 2. وبعد كده بقى احط لها رشه من الزيت على كل واحده كده. طبعا ده معمول بصدور فراخ وصدور الفراخ معروف اللي هي ايه مفيهاش دسم. بس لو انت مش عايزه الزيت دي خلاص ما تحطيش. دخلناهم بقى الفرن طلعت بالشكل الجميل ده. نحط لها بقى فحمايه ومش عايزه فحمايه خلاص. ومسكتها بقى لفتها بورق الفويل لمده 5 دقايق وبعد كده اشيل من عليها ورق الفويل وزينتها بقى كده بالبقدونس. البقدونس بيبقى حلو قوي كمان معاها. معلش انا اسفه. بص شكلها جميل ازاي وزي ما قلت لك بتقطع معاك كميه حلوه قوي وطعمها جميل جدا. تحفه قوي تحفه جدا.